اهلا وسهلا بيكم وفيديو جديد. النهارده هنتكلم عن شويه افلام عدى عليها اكتر من 25 سنه، وفعلا الزمن بيجري وافلام شفناها وكانها امبارح ولسه فاكرينها بكل تفاصيلها. وهنتكلم النهارده عن شويه الافلام دي، وهنتكلم باختصار عن كل فيلم فيهم، ونفتكر مع بعض ايام زمان ولما كنا انا وانت في الثالثه عصرا لا نحمل هم. وقبل ما نبدا الفيديو عايزين نوصل الفيديو ده ل 100 لايك، انا مش طماع يعني. ولو كنت بتشوفني على الفيسبوك اعمل متابعه للصفحه ولايك للفيديو، ولو بتشوفني على اليوتيوب ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل مراجعاتنا اللي جايه. هنطلع انترو في السريع ونرجع لكم على طول مع اول فيلم. اول فيلم معانا هو فيلم الناظر، عدى عليه 23 سنه. فيلم الناظر انتاج 2000 بس كده، هو مجرد الاسم كفايه. علاء ولي الدين رحمه الله عليه، عملاق الكوميديا اللي لو كان لسه عايش لغايه دلوقتي كنا هنعيش معاه حقبه كوميديا مفيش بعدها، وكان هيقعد نجوم كتير في البيت. علاء ولي الدين اللي اول ما تشوفه بس هتضحك تلقائي من غير ما يتكلم. رحمه الله عليه كان عنده خفه دم وقبول مش ممكن. ومين ينسى مدرسه عاشور واللمبي وعاطف واستاذ سيد اللي عمرنا ما حسينا انه شرير. فيلم الناظر وهتقولهم لي نيلي نيلي هقولهم لك شريهان شريهان، وافيهات كتير 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 جدا لغايه دلوقتي فاكرينها وبنشيرها وبتمشي معانا في اي زمن واي موقف. الفيلم اخراج شريف عرفة، وكان وقتها مروان حامد مخرج فيلم الكيرة والجن مساعد مخرج، وسيناريو وحوار احمد عبد الله. وخلينا اقف عند احمد عبد الله هنا واقول لكم ان احنا مدينين لاحمد عبد الله ب 90% من الافيهات اللي بنستخدمها في يومنا الطبيعي. احمد عبد الله يعني كركر، صباحه كد، غبي منه فيه، فول الصين العظيم، 55 اسعاف، وعبود على الحدود، كل ده سيناريو وحوار احمد عبد الله. وفي التاليف طبعا احمد عبد الله ليه باع كبير جدا زي افلام يانا يا خالتي واللمبي وميدو مشاكل ولخمه راس. هتقولهم لي نيلي نيلي هقولهم لك شريان شريان، هتقولهم لي نيلي نيلي هقولهم لك شريان شريان، ودي اقولها في رمضان. وتاني فيلم معانا هو فيلم التجربة الدنماركية لزعيم الكوميديا عادل إمام. الفيلم إنتاج 2000 وعدى عليه 23 سنة، بطولة تامر هجرس ونيكول سابا ومجدي كامل وأحمد التهامي. الفيلم ده من أيقونات الكوميديا المصرية، وعادل إمام طبعا منفرد بكوميديا الفيلم كله، ولكن قدر يسيب بصمة معانا لغاية دلوقتي. مستر كادري المنياوي الوزير اللي بيستضيف أنيتا جوتنبرج، وولاده اللي بيحاولوا يقربوا منها، حتى هو بيحبها ولكن في الآخر بيرجع عن قراره علشان خاطر ولاده. بيوضح لك علاقة الاب بولاده كانت عامله ازاي. وكمان الدويتو اللي كان عامله عادل امام بينه وبين كل واحد في ولاده كان حلو جدا. وعجبني برضو تسليط الضوء على اختلاف الثقافات اللي كان واقعي جدا واتساق في اطار الكوميديا بشكل حلو. الفيلم من اخراج علي ادريس وتاليف يوسف معاطي، وده ما كانش اول ولا اخر تعاون بين الزعيم عادل امام ويوسف معاطي. قبل كده قدموا لنا في سنه واحده مسرحيه الزعيم وفيلم الواد محروس بتاع الوزير انتاج 1999، يعني حاجه من العيار التقيل. وبعد كده رجعوا قدموا لنا حسن ومرقص وبوبوس وفرقه ناجي عطله والعراف 2013 واستاذ ورئيس قسم 2015 ومأمون وشركائه اللي كان سنه 2016. اما من اعمال يوسف معاطي في الكوميديا بشكل عام فهو قدم لنا افلام كتير لغايه دلوقتي لو شفناها بنكملها وبنتبسط بيها، زي مثلا تيتا رهيبه، رمضان مبروك، ابو العالمين حموده، امير البحار، طباخ الريس. واعتقد برضو مرجان احمد مرجان لعادل امام كان من تاليف يوسف معاطي. فيوسف معاطي سايب بصمه جوه بيوتنا كلنا بكتاباته الكوميديه الحلوه اللي بتعجبنا دايما. في واحد تاني اللي هو عامل كده، اللي عامل كده ده اللي هو لا ماسك الجوال، غير التاني اللي معاه الزقله. ولا انت حمار ولا انت فاهم حاجه. تجوزني بنتي اللي بتاخد 50 بجره. اتجوزك البنت دي واخد 50 بجره؟ اه اتفضل معلش. لا تجوزني بنتي اللي هاخد 50 بجره. بعدين. اما تالت فيلم معانا فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه انتاج 1998 وعدى عليه 25 سنه لنجم الكوميديا محمد هنيدي. ومحمد هنيدي حتى لو في الفتره الاخيره حصل له سوء اختيار في الادوار او الورق اللي بيجيله، او حتى بقت افلامه الاخيره ما تعجبش شريحه كبيره من الناس، لكن سيظل هنيدي ليه رصيد كبير جدا 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 عندنا، وياما ضحكنا وياما ابدع في ادوار الكوميديا. خلف الدهشوري خلف، واسمك ده ولا سندوتش، وقلت لك حريم لا يا علي. ومين فينا ينسى الافيهات دي لما اتقالت بتلقائيه واسلوب هنيدي، علقت معانا وبقينا نستخدمها لغايه دلوقتي برغم مرور اكتر من 25 سنه عليها. انزلوا دلوقتي حالا قولوا لنا في الكومنتات ايه الافيهات اللي انتوا فاكرينها من الفيلم ده، وخلونا نستعيد زمن الكوميديا الجميل مع بعض. الفيلم من اخراج سعيد حامد وتاليف مدحت العدل. ومدحت العدل بعد سنه قرر التعاون مع هنيدي في همام في امستردام، وما وقفش هنا علشان يجي سنه 2000 ويعملوا لنا فيلم بلية ودماغه العاليه اللي كان من اخراج نادر جلال. وانا بحاول اقول نبذه عن مؤلفين الافلام دي عشان
عشان هم فعلا من الناس اللي سابت بصمه في قلوبنا ورسموا الضحك على وشوشنا بكتاباتهم الكوميديه النظيفه. ومدحت العدل ليه نصيب في الافلام دي، زي مثلا فيلم اوعى وشك وشورت وفانيلا وكاب. يا علي يا علي يا علي، ده انا قلت لك حريم لا حريم لا، ما تأمنش الحرمه في الدنيا دي كلها غير امك، ولو ابوك طلقها ما تأمنلهاش يا علي. ورابع فيلم معانا فيلم أمير الظلام إنتاج 2002. الفيلم ده عدى عليه 21 سنة، 21 سنة ولسه النور مكانه في القلوب. ورائعة مدحت صالح اللي حفرت مكانها في السينما المصرية، زي ما كتير جدا من أغانيه سواء مسلسلات أو أفلام سابت بصمة. وعلى سبيل المثال مثلا طبعا كلنا عارفين أغنية حضرة المتهم أبي اللي كانت من أعظم تترات المسلسلات في التلفزيون المصري. النور مكانه في القلوب أعتقد محدش سمعها وما كررهاش أكتر من مرة بسبب أداء وصوت مدحت صالح الهايل، وموسيقى خالد حماد اللي عيشتنا الحالة في الأغنية، وكلمات مجدي كامل اللي ولا أروع من كده. الفيلم كوميدي درامي ومن الأفلام اللي ما تزهقش منها. السيناريو مكتوب حلو جدا، وإيقاع الإخراج لايق قوي على القصة، واتكلم عن قضايا مجتمعية كتير جدا في إطار كوميدي خفيف. في مشاهد لوحدها كده لو قصتها من الفيلم هتشوفها وتفضل تضحك عليها بشكل منفصل، زي مثلا مشهد الماتش ومشهد مول السيد العريان ولما طلعوا الطيارة. ومن أكتر الإفيهات اللي بحبها في الفيلم ده اقفل الزاوية يا جودزيلا وخد يا زلفي. الفيلم حلو، وعادل إمام زعيم الكوميديا عمره ما فشل إنه يبسطنا. انت قلت لهم ايه بالظبط يا جنرال؟ على النعمه ما قلت اي حاجه، ده توفيق من عند ربنا. أما الفيلم الخامس والأخير معانا هو فيلم همام في أمستردام إنتاج 1999 وعدى عليه 24 سنة. الفيلم من إخراج سعيد حامد، وثنائية سعيد حامد وهنيدي بصراحة من أكتر الثنائيات اللي بيطلع من وراها نتيجة حلوة جدا جدا جدا. الفيلم من تأليف مدحت العدل. همام في أمستردام إيد لوحدها ما تسقفش، والمقولة دي اتبنى عليها الفيلم. هقول لك إزاي. الفيلم ده من أقوى الأفلام اللي ليها قصة ومضمون، قصة نجاح ملهمة، وعلى المدى البعيد بقى هو ده الضروري في حياتنا الحالية. همام اللي سعى ووصل، اللي صدق حلمه وما هموش احباط ولا تريقه السقه ولا الناس شايفاه ازاي، اللي حاليا بنشوف نماذج من فيلم همام في حياتنا زي صلاح مثلا او زي ويجز. وانا هنا بستشهد بويجز كقصه نجاح بعيدا عن المحتوى اللي بيقدمه خالص، لما قال الاحلام مجانا وانا حلمت اكون امين، وهمام قال طول ما الشمس بتطلع لازم نحلم يا طه. ويجز حلم وصدق حلمه، همام سعى وأصر على حلمه، وصلاح كان طموحه عالي، ونتيجة التلاتة وصول للهدف المطلوب. أنا بصراحة شفت الفيلم من الناحية دي. بص يا ابني على هيبقى بكره مليونير. همام في أمستردام فيلم دراما كوميدي. شاب زي شباب كتير بيعاني من الفقر والبطالة، حبيبته بتتخطب لكن هو بيقرر يعافر، ولكن معافرة همام كانت رحلة صعود وطموح. كمان سعيد حامد حب يوصل لك فكرة العمل الجماعي، وازاي لما حد بيصدقك بيفرق معاك جدا وبيخليك سوبر هيرو تقدر تعمل اي حاجة. وازاي همام من عامل في مطعم لصاحب اكبر سلسلة مطاعم في أمستردام توسكانيني. الفيلم ده يعتبر من اقوى الافلام اللي قدمها هنيدي في الفترة دي، لانه كان اعتماد الفيلم بشكل كامل على القصة والسيناريو والمضمون، على عكس افلام كتير جدا قدمها هنيدي كان اعتمادها على الشخصيه والكوميديا بتتمحور حوالين الشخصيه نفسها. لكن في همام قدر سعيد حامد يخرج هنيدي من الحته دي، واضاف مواضيع تانية مهمه في الفيلم، واتساقط بشكل كوميدي بسيط خلاك تعيش مع همام رحله كفاحه وتتبسط بنجاحه في اخر الفيلم. وكل شخصيه في الفيلم كان مرسوم ابعادها بشكل كويس جدا. ومعلومه كده على الماشي، صاحب الافيه الشهير تعبان يا همام يا اخي هو الممثل صبري سعد، وما عملش غير الفيلم ده، ولكن لغايه دلوقتي الافيه ده احنا بنستخدمه وبنقوله ولسه فاكرينه، ولغايه دلوقتي برضه فاكرين افيهات كتير عايشه معانا للحظه دي. وكده نكون خلصنا الخمس افلام اللي قلت لكم عليها في اول الفيديو، ولكن علشان انتوا حبايبي هنستعرض مع بعض كام فيلم تاني بسرعه عدى عليهم 20 سنه. من ضمن الافلام دي اصحاب ولا بيزنس 2001 وعدى عليه 22 سنه، عايز حقي انتاج 2003 وعدى عليه 20 سنه، ميدو مشاكل انتاج 2003 برضه وعدى عليه 20 سنه، مافيا انتاج 2002 وعدى عليه 21 سنه. كل الافلام دي انا واثق اننا شفناها اكتر من مره، وكل ما بنشوفها ممكن نقعد نتفرج عليها تاني وتالت وعاشر. ايام السينما الحلوه اللي كنت تستمتع بالفيلم من بدايته لنهايته. وانا زعلان جدا اننا برغم الامكانيات الحاليه والانتاج والتطور الضخم اللي حصل في السينما، ولكن ما زلنا عاجزين عن اننا نطلع فيلم شبه الافلام دي، وده راجع لعوامل كتير جدا محتاجه لها فيديو لوحدها خالص. وبكده اكون وصلت لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو لايك وشير، ولو بتشوفني على الفيسبوك اعمل لايك للفيديو ومتابعه للصفحه، ولو بتتفرج على اليوتيوب ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل مراجعاتنا اللي جايه. اشوفكم بخير.
ربع صراصير مشاكل للباشمهندس. حاضر. عشان اسمه دوده. يا اولاد ابوكم بقى وزير الشباب.